انا مصاحبه مع بابا من نهار ماتت ماما، وانا مصاحبه مع بابا. بابا عندي هو الدنيا، هو كل ما في الدنيا. عايشين في دار جداتي، وخا خالاتي قباح وعمامي قباح، لحقتاش اصلا حنا كاملين غير منا وفينا، كلنا ساكنين في دار وحده. بابا كيموت عليا وكنموت عليه، ما تزوجش مسكين، بقى معايا حتى كبرت. انا ما كنخبي والو على بابا، وبابا علمني من نهار كبرت وليت كنبان ولا تبعني شي حد نقول لي عافاك انا راه اختك، واش تقدر تاذي اختك؟ وبصح الطريقه ديما كانت كتخرجني من ولاد الناس اللي كيكونوا باغيين يتبعوني ولا يدوي معايا ولا اي حاجه بغا يديروها، كان ديما كتسلكني. وليت كنخرج القهوه مع الدريات، ولكن انا قبل ما نخرج القهوه مع الدريات كنقولها لبابا فين جات القهوه ومعاش غنمشي وشحال غنجلسوا، وديما الاب ديالي كيكون متواجد في نفس المكان اللي كنكون انا جالسه فيه. ما عرفتش الدريات مالهم، ما فهمتش مالهم، ولكن الغد ليه لقيت في الليسي بان انا تصورتي مع واحد الدري وكتبين عليها هضره خايبه، وداك الدري انا ما وقفتش معاه وما مشيتش عنده. بصح هو معنا، ولكن انا راه ما وقفتش معاه وما مشيتش عنده، عمرني ما دويت معاه. كيف وراوها ليا الدريات الاخرينات في الجروبات، مشيت كنجري عند بابا الخدمه، قلت له بابا شوف شنو داروا ليا. قال لي صافي ولا عليك. فعلا استجل يا بابا، مشى عند الدري دوا معاه، تاكد بان انا عمرني ما دويت معاه، عمرني ما وقفت معاه، عمرني ما شفتو. قال لي حتى انا خويا انا ما عارفش التصويره كيفاش هكا وهاد الهضره. قال لي اللي بغيتي السي الحاج نديروه. مشاو بجوج من الكوميساريه ديبوزاو بلانت ورجعوا. الغد لي اختفاو دوك التصاور من الجروبات ديال المدرسه، حتى شي حد ما بقى كيدوي في الموضوع، لان كلشي عرف بان بابا والدري مشاو ديكلاراو، لان الدري بريء وانا بريئه. الاب ديالي قال لي ما تاخديش الامر بحساسيه، صافي ماشي مشكل، الحمد لله ما تاديتيش، ما تحطوش عليك شي السنه خايبه، صافي كملي قرايتك. فعلا كملت القرايه عادي، كنخرج مع نفس البنات. عرضت علينا واحد الوحده لعيد ميلاد، داني بابا، خديت لها الكادو وبقى كيتسنى فيا تحت الدار. ديك الدار انا مني طلعت كيسحاب يشغل والديها، لقيت انا غير ديك الدريه وبزاف ديال الدراري. كنقول لها فين هما داركم؟ كتقولي لا راه في السطح، حيت حنا كنا جالسين في الدوزيام. وفين هما الدريات الاخرين؟ باقي ما جاوش. تسنيت شي 30 دقيقه حتى شي حد ما جا. سد عليا الباب، كيقولك واش تيقتي انت جايه لعيد ميلاد؟ قلت لهم ما فهمتش. قال لي هذيك اللي جابتك غير بغات فيك الخدمه، وهذه غير دار الزوافريه. كيفاش؟ وانا شنو درت ليها؟ ما درت لها حتى شي حاجه. كيفاش هذه دار الزوافريه؟ قال لي خدات فيك 1000 درهم باش جابتك لينا. الحمد لله ان الاب ديالي لتحت تم مني اصلا بديت مع الدري اللي كيدوي، لانهم حاولوا يتقرب مني. انا دوازت لابيل بابا، كان كيسمع وما يسمعوا الدقان بالشهد على الباب. بنتي بنتي بنتي. الدراري اصلا هما ماشي شي دراري كبار، لاج ديالنا. حلوا الباب، طرات واحد المدابزه كبيره، طلعوا الجيران، ترونات. الحمد لله انا ما فيا والو. مشيت وريت لبابا الدار ديال الدريه، ومشينا عند والديها وعاودنا ليهم، والام ديالها بقات كتطلب وترغب. بابا ما قدرش يسكت، مشى ديكلارا. لقيناها هي اللي دارت هذيك الموضوع ديال الصوره، ولقيناها هي كتدوي ديما من ورايا بانها ما كتحملنيش، وانا ما دايره ليها والو. انا راه غير مصاحبه معها، واللي كيجمعني معها لي ريزومي ديال لي كونط ولي زيكزام ديال المات وديال الفيزيك، اما كيجمعني بها حتى شي حاجه. علاش ما كتحملنيش؟ ما عرفتش. كنت طرات لي شي حاجه في ديك الدار، كنت ضاعت حياتي، وهي ماشي مدركه بداك الموقف فين حطاتني وتسدوا عليا الدار مع هادوك الدراري. كون ماشي بابا صاحبي والحمد لله ما كيفارقنيش، شنو غيكون يكون مصيري دابا؟ فين غنكون وصلت؟ واشنو غيكون طرا ليا؟
وانا حتى البنيه ديالتي ما كتستحملش انا شي حد يقرب ليا، فيه سكر وفقر الدم، غير الخلعه غادي نموت ليهم تم. الحمد لله بنيتي خرجت لك ظريفه، والحمد لله انا باباك صاحبك. هادشي علاش كنقول لكم ما تثقوش، ماشي صاحبتي صافي راه هي الامان. كاينه اللي صغير منك غير حيت انتي لابسه وما عارفاش ظروفك اللي كتعيشيها، غير لو في ديال نفس البلوزه كتصبنيها في الليل وكتنشف لك في الصباح كتبان لها هي كتبري، انا عند بالها انت راه ما عاد اشنو. انا ما عندي ما ندير في الصحبه في هذا الزمان، وما عندي ما ندير بالرفيقه في هذا الزمان. الصديقه في هذا الوقت خيابت، الا من رحم ربي. بصح ما نقدرش نعمم، ولكن اللي لقينا واللي شفنا اغلب المصائب كتجي من الناس اللي كنكونوا معاملين معاهم مزيان، مشاركين معاهم الطعام، واكلين شاربين ناعسين ماشيين واقفين مساندين. السحابات الشارات شحال من حاجه. ديما خلي راسك في قوقعه مبهمه للناس، ما تعطيش الناس كل الصلاحيه في حياتك الشخصيه، وخليك ديما علامه استفهام. بنادم ما يعرف عليك والو، باش ديما يدير منك اتونسيون وما يعرفش داكشي اللي كيخصك انتي مع والديك، باش ديما يقول هذه عندها وليديها. الله يجعلك تكوني عايشه غير مع عمامك ولا خوالك، ولا غير مربيه وما يعرفكش بنادم واش مربيه واش عندك شي حد ولا ما عندكش. خليك ديما علامه استفهام للناس. الناس في هذا الوقت ولات كتستغل بعضها، ما استغلوكش ماديا غيستغلوك، غيستنزفوك معنويا. كاينين الناس كيتلذوا في معاناه نفسيه ديال غيرهم، كاينين الناس لا باسيون لا فري باسيون ديالهم من يشوفوك كتألمي وكتبكي وكيلوحوك في شي حفره اللي ما تقديش تطلعي منها. باقا صغيره مراهقه ما تصاحبش مع اللي كبر مني، ما نتعرفش على اللي كبر مني، ما نمشيش مع اللي كبر مني، نتصاحب مع ماما وبابا. عندي شي مشكل خفتي ماما وبابا. بغيت نعيش لا جونيس ديالي حتى انا في الوقت ديالي تعرفت على شي وليد، بابا راه هذا الولد كيدوي معايا في حدود كذا وكذا، واش ممكن ولا ماشي ممكن. با كبر منك وعارف وفاهم عقليه ديال الولاد. ما تنسيش بانك انت ما غاديش تفكري التفكير ديال الولد. بابا قال لك لا يعني لا، قال لك باباك في حدود المدرسه في حدود المدرسه. ماماك ما تحتاجيش تكذبي عليها تقول لها انا غادا للحمام وانت مشيتي تخرجي مع الدري. انت اصلا لاش غادي تصاحبي؟ علاش غادي ديري علاقات في حدود المعرفه؟ انا معك. دايرين جروب في ليكول باش نزيدوا مهاراتنا، انا معك. غنتصاحب باش هذا يعنقني وهذا يقصني؟ ليش؟ كتولي رخيصه، كتولي مستهلكه، كتولي نتنه معفنه. حافظي على راسك، حافظي على الرقي اللي عطاك الله عز وجل بانك انثى، حافظي على سلامتك البدنيه والعقليه. ما تصاحبيش مع اللي غادي يسمموك وغادي يدخلوا لك افكار مسيئه واخلاق خايسه. حافظي على راسك، حافظي على راسك، حيت ربي توجك انك امراه خاصك تبقاي سليمه 100%. واي حاجه واخا تكون خطيره تخبيهاش على والديك، لان والديك هما اللي غادي يعاونوك وغيوقفوا معاك وغيستروا عليك وغيجيبوا لك حقك. رجاء خاص بنياتي وحبيباتي وكبيداتي، والديك غير والديك لا.